السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق وسيد الخلق عليه الصلاة والسلام، وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. البداية نبدأ بسم الله. مهندس سمير رجب يحييكم من شركة جرين جولد، وأهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة بنقول لو كل واحد مربي عنده بقرة فيها 2 كيلو لبن هترضع عجل واحد، ممكن يحمل عليها عجل. لو فيها 4 كيلو لبن هيحمل عليها عجلين. لو فيها 6 كيلو لبن هيرضع عليها 3 عجول، أو 8 كيلو لبن يرضع عليها 4 عجول. طبعا بعيد عن اللبن وسعر اللبن اللي منخفض ولا بيطلع، انت كده هتوفر وهتربي 4 عجول عندك. بعد الفطام هتدخلهم على دورة علف. ربنا سبحانه إن شاء الله يكرمك ويبارك لك فيهم، بدل ما احنا بنبيع اللبن ونفضل نستنى اللبان والكلام ده. طبعا بتاع اللبان العادي. النهارده العجول الهولشتاين، الصفات الوراثية أصبح إن شاء الله مع بعض العمليات التحسينات على الوراثة، العجل بدون كرش نهائيا أصبح بشبيه العجل البلدي، وبالتالي النهارده عجل بقى مطابق للمواصفات. العجل الهولشتاين بعد ما يكبر كل اللي فيه ان هو العظم بتاعه، الهيكل العظمي بيبقى اكبر شويه من العجول البلدي او العجول التانية الاوروبيه، في حيث ان هو بيبقى تصافي العظم بتاعته 55%. 55 كيلو اسف. خلاف كل العجول بيبقى العظام بتاعتها من 45 ل 50 كيلو، وده طبعا اللي هو ايه، يعتبر شاذ شويه بالنسبه لعظام الهولشتاين، لانه بياخد هيكل حجم كبير زي الامهات. النهارده عندنا العجول الهولشتاين من انظف وانقى السلالات زي ما حضراتكم شايفين في الفيديو. بنقول لكل مربي ابدأ، ما تتأخرش، عشان خاطر الوقت ما بيستناش حد. عندنا العجول الهولشتاين الرضيعة، عندنا العجول الهولشتاين اللي هي من أوزان ل 80 ل 100 كيلو، وعندنا من 100 ل 125 كيلو، ومن 125 ل 150، ومن 150 ل 175، ومن 175 ل 200، ومن 200 لغاية 300 كيلو. وعندنا الأوزان اللي بعد كده الكبيرة اللي هي ال 400 كيلو، ولا 450 إلى 550 كيلو. طبعا دي العجول الهولشتاين، العجول الهولشتاين الرضيعة من شركة جرين جولد، ليس لها مقارنة مع أي شركات أخرى، وطبعا بشهادة الجميع، وإن شاء الله دايما نكون عند حسن ظنكم. النهاردة عندنا العجلات اللي هي تحت العشار الهولشتاين، وعندنا العجلات الهولشتاين عشار 4 و5 و6 و7 لغاية ال8 إن شاء الله موجودة برضو. النهاردة تبادر قبل ارتفاع الأسعار العجلات الهولشتاين. برضو هنرجع ونتكلم ايه اللي يخليني ان انا احط بقرة عندي بتديني 6 كيلو 7 كيلو لبن، في حين ان شاء الله ممكن ربنا سبحانه وتعالى لما اقلي بقرة هولشتاين بتديني في الموسم الاول 35 كيلو لبن. بحسبة بسيطة، البقرة الهولشتاين اللي هي البقرة البيور بنات الاستيراد لو عطتني 35 كيلو لبن، هنقول ان هي بتجيب 650 كيلو، 650 جنيه عائد في اليوم. هتاكل ب 200 جنيه، تفضل معايا 450 عائد، ده ممتاز جدا. لما اضربه في الشهر يعمل لي حوالي زي 13500، يعني في ال7 شهور الحليب بتديني حوالي من 97 ل 100 ألف جنيه. طبعا احنا زي ما انتم شايفين في الفيديو دي الأوزان العجول الهولشتاين اللي هي من 350 إلى 450 إلى 500. وفي عندنا الأوزان الصغيرة اللي احنا قلنا عليها. يعني احنا عندنا كل ما تطلبه موجود إن شاء الله، وعندنا كمان خدمة التوصيل لباب المزرعة بتاعتك أو لباب بيتك. وطبعا ما بنطلبش منك أي حساب إلا لما توصل عندك البضاعة. طبعا احنا اختيارنا في العجول اللي بنبعتها لحضرتك على أعلى جودة، لأن طبعا احنا بنبعت لك في مكانك وانت قاعد مستريح، ما بنطلبش منك لا عربون ولا مقدم إن شاء الله. الأبقار طبعا الهولشتاين أبقار طبعا بنختارها على أساس إن الأمهات بتاعتها والجدات بتاعتها بتكون أعلى إنتاجية للبن، زي ما حضراتكم شايفين الأبقار كده إن شاء الله. عندنا برضو الأبقار والعجول للمبادرات اللي هي مبادرة ال5%، اللي هي بقى مبادرة البنك الزراعي المصري والبنك الأهلي المصري، اللي معاه أوراق جاهزة بيجيبها، وإن شاء الله بنساعده على إن هو يخلص إجراءاته في البنك، بحيث إن هو يستلم بسرعة إن شاء الله.
وبياخد المبادرة بتاعته ويبدأ مشروعه إن كان حلاب أو تسمين. كل شيء النهاردة البداية أهم حاجة إن أنت تتعب عشان خاطر توصل للهدف بتاعك وتكون مزرعتك مزرعة كبيرة إن شاء الله. شركة جرين جولد كمان بتقدم لكم اللبن الجافف، اللبن اللي هو بديل اللبن الصناعي، مستلزمات البيطرية، قوالب الملح، كل ما تتطلبه في عالم الثروة الحيوانية موجود في كيان واحد، شركة جرين جولد. المهم إن أنت تبدأ مشروعك يا إما بالعجول الرضيعة أو تاخد عجول بعد الفطام اللي هي الأوزان من 80 ل 100 كيلو، أو الأوزان الأعلى شوية، بحيث إن أنت تبدأ مشروعك الناجح وتغير السلالات، أو تاخد عجلات هولشتاين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.